لما نحب نتقابل مع ربنا بنروح فين؟ بنروح الكنيسة. الكنيسة هي بيت ربنا. طيب تفتكروا زمان قبل ما يكون في كنيسة كانوا بيتقابلوا مع ربنا ازاي؟ في البداية خالص كانوا بيبنوا مسبح من الحجارة ويقدموا عليه ذبايح لربنا. وبعد كده في وقت موسى النبي ربنا قال له: ابني يا موسى الخيمة في هذا المكان، بأن الرب سيسكن فيها مع الإنسان. ابني يا موسى الخيمة في هذا المكان، بأن الرب سيسكن فيها مع الإنسان. ربنا قال له: أنا عايز أسكن وسطيكم ونتقابل مع بعض، علشان كده عايزك يا موسى تعمل خيمة كبيرة وتسميها خيمة الاجتماع، وتقسمها من جوه، ويبقى المكان منظم وهادي، وكمان تخصص ناس علشان تخدمني من سبط لاوي، ويبقوا هم الكهنة اللي بيخدموني في خيمة الاجتماع. وربنا اختار الخيمة اللي بتتنقل علشان ينفع تتنقل من مكان لمكان، لأن في الوقت ده الشعب ما كانش مستقر في مكان واحد. بعد وقت كتير في وقت ملك اسمه داود النبي، وداود ده كان بيحب ربنا جدا واشتاق انه يبني بيت لربنا، لكن ربنا قال له: الذي يخرج من أحشائك هو يبني بيتا لاسمي، وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد. فداود سمع الكلام وجهز كل الأدوات لابنه سليمان، ووصاه يبني الهيكل. وأول ما سليمان ملك على أورشليم بنى هيكل كبير لربنا، واستخدم حجارة وخشب وذهب كتير، وكان ضخم جدا وحلو قوي. مساكنك يا رب القوات، تشتاق نفسي إليك، تشتاق للسماوات. يبقى أول حاجة كان المسبح من الحجارة، تاني حاجة الخيمة الاجتماع، تالت حاجة كان هيكل سليمان، ورابع حاجة هي الكنيسة. وفي هيكل سليمان في وقت ربنا يسوع، في يوم دخل ربنا يسوع الهيكل لقى ناس بتبيع وتشتري في الهيكل، ولقى الهيكل مش نظيف. معقول؟ ايه اللي بيحصل في الهيكل ده؟ ناس بتبيع وتشتري؟ هو احنا كده في هيكل ولا في سوق؟ ايه اللي بتعملوه في الهيكل ده؟ ده بيتي، وبيتي مكان للصلاة، وانتوا خليتوه مكان للصوص. الكنيسة دي بيت ربنا، لازم نحترمه. بيت ربنا اللي هو الكنيسة ليه احترامه، لازم نتحرك جوه الكنيسة بهدوء واحترام، صوتنا يبقى واطي، نفكر قبل ما نعمل اي حاجة، يا ترى اللي هنعمله ده هيفرح ربنا ولا لأ. ما ينفعش جوه الكنيسة ناكل او نتكلم او نلعب. خلينا دايما فاكرين المزمور اللي بيقول: ببيتك طريق القداسة يا رب إلى طول الأيام.